اهلا وسهلا بكل باينيرز ابطال تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله يا شباب هنحل السكند مانثلي اكسرسايز اللي هو بيراجع على منهج نوفمبر. في امتحان نوفمبر ان شاء الله السنه دي 2026. الدروس اللي داخله هي lesson 3 من unit 1 اللي هو كان بيتكلم على التمبريتشر والانترنال انرجي، بس المفروض انه يبدأ من الفاكتورز affecting temperature. وبعدين عندنا lesson 4 اللي هو ال methods of heat transfer، و lesson 1 من unit 2 اللي هو بيتكلم على ال chemical reaction. الحقيقة طبعا بما ان الكتب اوريدي مطبوعة من قبل ما المناهج دي تتحدد، ففي الاكسرسايز اللي هنحله النهاردة هنلاقي اجزاء مش داخلة في الامتحان بس عليها اسئلة. فرصة لطيفة نلم جزء كبير من المنهج. كده كده احنا بقينا عارفين ايه اللي داخل في الامتحان، هنركز عليه في المذاكرة. بس عشان لو انت بتتفرج في اي وقت غير قبل الامتحان، فهنحل الاكسرسايز كله على بعضه وبتركيز زي ما احنا متعودين. يلا نبتدي. دلوقتي اول سؤال واتس meant باي، وخلي بالك ان الاسئله بتاعت واتس meant باي بقت مهمه جدا دلوقتي، ولازم يجي عليها واحد او اتنين في كل امتحان، لان الامتحان بقى اغلبه اساي، يعني فيه كتابه كتير. فطبعا زي ما احنا متعودين احنا عندنا الشيت ده، الشيت فيه كل احنا محتاجينه، في الاسئله مكتوبه بشكل منظم، في الاجابات مكتوبه. وبالمناسبه الشهر ده هعمل لكم حاجه جديده كده، هديكم الشيت PDF مش محلول عشان انت تحله مع نفسك، وهيبقى في شيت تاني محلول عشان لو عايز تطبعه اوريدي محلول وتذاكر منه. تعالى بقى نشوف مع بعض كده. اول سؤال بيقول لي what is meant by، يعني ايه system؟ فسيستم يا جماعة يعني جزء من اليونيفيرس، احنا قررنا ان هو subject to study، وهنركز على التغيير في الماس والماتر او الانرجي بتاعته. يبقى نركز في التغيير في حاجتين، الماتر عشان نشوف الماس بتاعته قلت ولا زادت، كمان الانرجي. طبعا عندنا ثلاث انواع من السيستمز، open و closed و isolated. الاوبن يعني سيستم بيallow الاكسشينج اوف الماتر والانرجي، زي مين الاوبن سيستم؟ زي بوت مثلا في boiling water ومن غير كفر. closed سيستم بيallow الانرجي اكسشينج بس لكن الماتر لا، زي السودا كان مثلا. اما الايزوليتد بقى ف doesn't allow اي ترانسفير سواء للانرجي او للماتر زي الثيرمس. طب يعني ايه internal energy؟ دي sum of potential و kinetic energy. التمبريتشر ليها two definitions. اولا هو ال degree of hotness او coldness، اعرف هو قد ايه hot او cold. تاني حاجة ان هو ال average kinetic energy of particles of the system، وده طبعا definition مهم جدا. لو هو طلب منك definition فاكيد هيبقى اسهل لك ان انت تكتب ده، لكن لما بيجي scientific term لازم تركز، عشان كده عشان غالبا هيجيب اللي عليه نجوم. طيب يعني ايه specific heat؟ specific heat دي حاجة مهمة قوي بالمناسبة، من اول نمبر 7 كده ده خلاص معانا في الامتحان. specific heat يعني قد ايه heat، اصل specific يعني محدد، فقد ايه heat خليك محدد بقى، اللي قد ايه ل 1 كيلو جرام عشان يعمل ايه؟ يزيد 1 degree. يبقى specific يعني محدد، فانا عايز كمية heat محددة ل 1 كيلو جرام بس عشان يزيد 1 degree سيليسيوس بس. يعني ايه هيت؟ الهيت هي الانرجي اللي بتبقى ترانسفيرد من ماتر للتانية حسب الدفرنس في التمبريتشر، لازم يكونوا مختلفين، فهتتنقل من الهوت للكولد. بعد كده عندنا ثيرمال ايكوليبريم، لازم نقولها حكاية عشان الموضوع كبير. انا كان عندي تو سيستمز مختلفين في التمبريتشر جم ان كونتاكت، بقوا زي بعض في التمبريتشر، يبقى نقولها حكاية. state فيها تو سيستمز عندهم different temperature، بعد الكونتاكت بقت temperature equal. عبر بطريقتك بس لازم تقول الكلام المهم. يعني ايه ثيرمال كوندكشن؟ الثيرمال كوندكشن دي واحدة من الهيت ترانسفير ميثود، يبقى دي طريقة بيتنقل بيها الثيرمال انرجي او الهيت. في مين؟ في السوليدز، من مكان لمكان تاني بس من غير ما البارتكلز تتنقل. طب يعني ايه ثيرمال كوندكتيفيتي؟ يعني قد ايه السوليد ده قادر انه يترانسفير هيت. يبقى measure of the extent، يعني لأي حد او لأي limit الماتيريال دي بتكوندكت الهيت through it. نمبر 12 بيقولي thermal conductive materials دي good heat conductors، عندهم high thermal conductivity. طب الانسيليترز لا، دول poor heat conductors عندهم low thermal conductivity. طب يعني ايه سي بريز؟ عشان اشرح لك يعني ايه سي بريز لازم نحكي القصة. انا عندي الواتر
وعندي اللاند جنب بعض. الواتر عندها high specific heat، لكن اللاند عندها لو، فبالتالي المية بالهواء اللي جنبيها دايما كول، عشان التمبريتشر مش بتعلى غير بطيء قوي. لكن اللاند هوت، فالهواء اللي جنبيها برضو هوت، فبيبقى خفيف فيطلع لفوق. يجي الهواء الكولد يعمل له ريبليس، يبقى الموفمنت اوف كولد واتر، الكولد اير اللي جنب الواتر من عند السي during the day toward the land. ده معنى كلمة sea breeze. عشان كده واحنا قاعدين على البحر في الصيف بنحس بنسمة هواء ساقعة جاية من ناحية البحر حتى لو في شمس قوية. يعني ايه physical change؟ يعني change في الستيت او الشيب اوف ماتر من غير ما نغير الكيميكال composition بتاعها. طب يعني ايه chemical change؟ لا، ده تغيير الكيميكال بقى بيدينا مادة جديدة بكيميكال بروبرتيز جديدة. يعني الفيزيكال ستيت لازم تكون المادة زي ما هي، زي أي حاجة في يونت 1، مثلا freezing melting boiling sublimation deposition condensation، كل الحاجات دي تبع الفيزيكال تشينج. لكن الكيميكال تشينج بقى يقول لي بيرن، يقول لي ان حاجة حصل لها رط، باظت، الحاجات دي كلها كيميكال تشينج لانها غيرت في الكومبوزيشن بتاع المادة. طب يعني ايه chemical equation؟ دي symbolic representation، طريقة بعبر بيها عن الكيميكال رياكشن. ومين جوه الكيميكال رياكشن؟ الرياكتنتس والبرودكتس. خلاص، عبر عن الرياكتنتس والبرودكتس، ويعبر عنهم يا اما بسيمبلز يا اما بموليكيولر فورمولا. طب يعني ايه balanced chemical equation؟ دي symbolic chemical equation. يعني ايه؟ يعني chemical equation بس فيها عدد الاتومز اللي في reactants قد عدد الاتومز اللي موجودة في البرودكت، عشان كده balanced قد بعض، مفيش واحدة منهم اكتر او اتقل من التانية. بعد كده عندنا الكاتاليست، وده كيميكال سابستنس بتزود السبيد بتاع الرياكشن من غير ما هي نفسها تتغير او تبقى مختلفة. يعني ايه law of conservation of mass؟ يعني التوتال ماس بتاع السبستنس اللي في الرياكشن equal total mass of البرودكت. يعني ايه تاني برضو؟ total mass of reactants equal total mass of product. وخلي بالكو ان ده جزء من او يعني تحويرة كده او تغييرة بسيطة في law of conservation of matter، اللي بيقول ان الماتر neither created nor destroyed، بس بتختلف شكلها. يعني انا عشان ما اغيرش في الماتر اللي داخله دي، هنخلي المواد اللي داخله واللي خارجه ليهم نفس الوزن، فيبقى اللي دخل زي اللي خرج بالظبط. يعني ايه subscripts؟ ده النمبر written below symbol of elements في الموليكول، عشان يعرفني عدد الاتومز بتاعت كل element. يعني ايه؟ يعني لو كتبت لك كده ده ايه؟ ده ألمنيوم أكسيد. طب لو سألتك الألمنيوم أكسيد ده بيتكون من مين؟ بيتكون من ألمنيوم وبيتكون من أكسجين. حلو، برافو عليك. انت كده قلت لي أنواع الأليمنتس. تقدر تقول لي كل أليمنت فيه كام أتوم؟ اه، هبص على السبسكريبت اللي هي الأرقام الصغيرة دي. بقولك الألمنيوم في منه 2 atoms. عرفت منين؟ من السبسكريبت، الرقم الصغير اللي مكتوب جنبيه، عشان يعرفني عدد الاتومز بتاعت الاليمنت ده في الموليكول. تاني بيعرفني عدد الاتومز of الاليمنت، هما 2 atoms of الألمنيوم في الموليكول ده. طب الأكسجين في 3 atoms. يبقى ده معنى كلمة subscripts. بعد كده عندنا شوية various questions، يعني أسئلة مختلفة. بيقولي ايه الحاجات اللي بتأثر على ال change في ال temperature of a body أو system. طبعا عندنا 3 حاجات: الماس والtype of material والstate of matter. في الماس يا شباب، كل ما الماس تزيد كل ما الدلتا تي تقل. يعني ايه؟ يعني ال change في ال temperature يكون أقل. تك لو بتغلي كوباية مية غير لو غليت الكاتل كله، مين يسخن أسرع؟ كوباية المية. ليه؟ عشان الجيند ثيرمال انرجي اتوزعت على بارتكلز قليلة، فبالتالي temperature زادت بسرعة. التايب اوف ماتيريال، هنا بقى اتكلمنا عن السبيسيفيك هيت. قلنا ان كل مادة من دول او كل مادة من المواد دي يعني عندها كمية هيت محددة بتحتاجها 1 كيلو جرام منها عشان التمبريتشر تعلى 1 degree سيليسيوس. يعني ايه state of matter؟ يعني solid غير الليكويد. ايه ده؟ حتى نفس المادة. احنا قلنا الايس والواتر. الايس كان السبيسيفيك هيت بتاعته 2090 جول بير كيلو جرام تايمز degree سيليسيوس، ده السوليد. لكن الواتر الليكويد
كانت 4180 جول بير كيلو جرام تايمز ديجري سيليسيوس. يبقى السوليد مختلف عن الليكويد، يعني الستيت اوف ماتر بتفرق. طيب، تاني سؤال بيقول لي what are the steps of chemical reaction؟ ايه الترتيب بتاع steps الكيميكال رياكشن؟ اول حاجة ان البونز تتكسر في الرياكتنس. تاني حاجة بعد ما كسرت البونز وكل اتم بقت لوحدها، تعالى بقى نري ارينج الاتمز، غير الترتيب بتاعها وكون بونز جديدة، فتروح مكون مواد جديدة اللي هي اسمها البرودكتس. What are the laboratory safety precautions when burning magnesium rapid؟ وانا بحرق المغنيسيوم، خلي بالك من الاول كده نمشي ستيب باي ستيب. اولا انا مش همسك المغنيسيوم بايدي. ليه؟ عشان انا هحرقه، فما ينفعش يحصل لي انا بيرن. همسكه بتونج او هولدر. حلو. سخنته، ما تبصش عليه، لازم تلبس ماسك عشان اللايت الجامد ده ما يأذيش عينيك. طب خلصت التسخين وخلصت البيرن، اوعى تمسك المادة اللي طالعة على طول لانها بتكون هوت. يبقى تاني الستبس، وانت ماسك امسك بتونج، ما تبصش بعينك على طول. تالت حاجة ما تلمسش المادة اللي اتكونت بسرعة. نمبر فور بقى بيقول لي قول لي اكزامبلز لكيميكال رياكشنز بتحصل في حياتنا. اولا الكوكينج، هو هنا مدي اكزامبل بتاع الايجز بس. الكوكينج في العموم بيعمل كيميكال رياكشن لانه بيغير في الكالر والتكتشر. طب الابل لما قطعناها فحصل لها كيميكال رياكشن مع الجو، فبرضو الكالر اتغير وبقى براون. الايرن لما بنسيبه في الجو مع الهيوميديتي او الواتر فيبر اللي موجود في الجو، بيحصل له تشينج في الكالر، وبالمناسبة البروبرتيز كلها بتختلف. الاجنيشن اوف الفاير ووركس دي نفسها بيحصل لها emission of light وهيت. بعد كده بيقول لي compare بين الاوبن سيستم الكلوزد سيستم والايزوليتد سيستم. طبعا الاوبن قلنا ان هو بيكستشينج ماتر وانرجي زي اوبن بوت في boiling ووتر. اما الكلوزد فبيقلقوا الاكستشينج بتاع الانرجي بس، زي الكان اوف سوفت درينك. الايزوليتد مش بيكستشينج لا ماتر ولا انرجي زي الثيرموس. بعدين نمبر 2 الثيرمال كوندكتورز والثيرمال انسيليترز. الكوندكتورز عندهم هاي ثيرمال كوندكتيفيتي، والانسيليترز عندهم لو ثيرمال كوندكتيفيتي. وعرفنا انه اكتر مادة الدايموند، بعديها السيلفر، وبعديها الكوبر، وباقي الميتالز ان جنرال. اما الانسيليترز في منهم وود وبلاستيك. بعد كده الفرق بين الفيزيكال تشينج والكيميكال تشينج قلناها كتير. الفيزيكال تغيير في الستيت او الشيب، لكن الكيميكال تغيير في الكيميكال كومبوزيشن وبيطلع لي نيو سبستنس. دي اهم حاجة تتقال. اي بقى melting boiling freezing sublimation deposition condensation ده تبع الفيزيكال، لكن الكيميكال هي اي بيرن. لو قلت مثلا melting of candle فده physical لأنه ملت. لكن لو قلت burning فده chemical لأنه burn، رغم إن الاتنين بيحصلوا نفس الحاجة، نفس الكاندل، بس البيرنينج بتاعها غير الميلتينج. طيب بعد كده give reason ليه increasing the temperature of a substance بيزيد by decreasing its mass when it gains same amount of thermal energy. ليه لما بقلل الماس بيزيد ال temperature change؟ عشان قلنا ان ال gain thermal energy و thermal energy الأوبجكت ده هيعمل لها gain بتتوزع على smaller number of particles، في عدد particles قليل بيستقبل الهيت دي، فعشان كده temperature بتزيد بسهولة. when heating two equal quantities of water و oil for the same period of time from the same heat source, the increase in the oil temperature greater than water. ليه التمبريتشر زاد في الاويل اكتر من الواتر؟ عشان specific heat. يعني ايه specific heat تاني؟ يعني amount of heat ل 1 كيلو جرام عشان يزيد 1 degree سيليسيوس. فالاويل عنده specific heat اقل من الواتر، فمحتاج كمية هيت قليلة قوي عشان درجة حرارته تزيد. It's preferable to make cooking utensils from الكوبر instead of aluminium، عشان الكوبر عنده lower specific heat فالتمبريتشر هتزيد أسرع، فالكوكينج هيحصل أسرع. ليه بنستخدم الميركوري في الثرمومترز؟ برضو نفس الفكرة، specific heat قليلة فالتمبريتشر هتزيد بسرعة. ليه الواتر main component of human body؟ برضو الواتر عندها high specific heat فهي maintain stable temperature. يعني مهما الجو حوالينا بقى حر، المية اللي في جسمنا هتخلي درجة حرارتنا ما بتعلاش بسهولة. Number 6 when a quantity of iron balls درجة حرارتهم 80 degree mixed with a quantity
of water 30 degrees Celsius. التمبريتشر بتاع الميكتشر عند الايكوليبريم مش 55. هو يعني ايه ايكوليبريم؟ يلا نقول الحكاية. كان عندنا two systems عندهم different temperatures، جم in contact بقوا equal temperature. فهنا هما ليه مش equal temperature بقى؟ لا، هنا لازم نقول انه الميكتشر ده جواه مادتين مختلفين عن بعض، جواه ايرن ووتر. فالمادتين المختلفين عن بعض دول مختلفين في الماس، كمان مختلفين في حاجة مهمة قوي اسمها specific heat. فالتغيير في التمبريتشر عند الايرن هيكون اسرع بكتير من الواتر، فالايرن هيحصل له دروب جامد، لكن الواتر مش هتزيد قوي زي ما احنا متخيلين. لكن امتى يبقى التمبريتشر اللي في النص بالظبط؟ لما يقولي مثلا 2 كبر، واحدة كانت 30 والتانية كانت 80، فاقول له اه كده هعمل الافريج. افريج يعني الاتنين بلس بعض divided 2، ف 30 بلس 80 110 divided 2 يديني 55. اه والله لو الاتنين كبر او الاتنين قد اي مادة زي بعض الايكوليبريم بتاعهم هيبقى النص بالظبط. concept of heat differs than ال concept of temperature. السؤال ده كان قصده بيه compare أو scientific term اللي هو يعني what's meant by. هو عايزك تقول يعني ايه temperature ويعني ايه heat. يعني ايه temperature؟ يعني average kinetic energy. أمال يعني ايه heat؟ لا، دي الانرجي اللي بتتنقل بين two systems نتيجة اختلاف التمبريتشر ما بينهم. ليه الكوكينج يوتنسلز بتبقى معمولة من الألمنيوم لكن الهاندلز من الوود؟ أصل الألمنيوم من الثيرمال كوندكتورز لكن الوود من الثيرمال انسيليتورز. Polystyrene boards are preferred for use between hollow bricks when contrasting buildings. واحنا بنعمل building ليه بنحط البوردز دي؟ عشان هي heat insulating material، فبالتالي هتمنع الرابid change في التمبريتشر. وايه اللي بيحصل؟ اصل في الصيف يا شباب بره البيت بيكون حر قوي high temperature، وجوه البيت بيكون low temperature. فلو الترانسفير سهل البيت هيبقى حر قوي بسهولة. طب في الشتاء جوه البيت هاي تمبرتشر وبره البيت لو تمبرتشر، فاللي هيحصل ان الهيت هتطلع من البيت لبره فالبيت هيقلب برد بسرعة. فالحل في البوليستيرين بوردز دي بتمنع الهيت ترانسفير عشان درجة الحرارة ما تتغيرش بسرعة. There are cooling systems inside computers use materials with good thermal conductivity زي السيلفر. ليه أصلا في cooling systems؟ عشان تجت rid of الهيت generated. أصل الهيت generated دي ممكن تعمل poor performance أو تعمل damage للجهاز. طب اشمعنى السيلفر؟ عشان هو conductor فهيعرف يسحب الهيت ويمنع الأذية من الجهاز. heater is placed on a floor. بصوا بقى، سؤال الهيتر، سؤال الفريزر، سؤال الاير كونديشنر كلهم بيتحلوا بنفس الإجابة: to distribute heat equally. عشان أتأكد إن الهيت متوزعة بقى في الأوضة، متوزعة في التلاجة، المهم إن الهيت متوزعة. وأقول له إن الهوت اير هيطلع لفوق، الكولد اير هينزل لتحت. يبقى تاني هنثبت مين؟ هنثبت إن الهيت distributed أو distribution equally. heat distributed equally. واقول له ان الهوت اير يطلع لفوق، الكولد اير ينزل لتحت. sun heat reaches us by radiation. لانه الsun heat هيوصل لنا من غير material medium. فمين الطريقة اللي مش محتاجة material medium؟ الراديشن. snakes are able to hunt their prey at night. السنيكس عندهم sensors على دماغهم بتديتكت او بتقرا وتلقط كده الانفراريد راديشن اللي طالعه من البري. burning food chemical لكن melting of ice physical. دايما السؤال ده بيبقى اجابته يعني ايه physical ويعني ايه chemical. physical يعني غيرت الستيت من غير ما اغير الماتر. chemical يعني غيرت الماتر فطلعت نيو برودكت عنده properties مختلفة عن القديم. Question 15 بيقولي when burning magnesium ribbon it's a must wear a protective mask. قلنا عشان نحمي عينينا من البرايت لايت. دلوقتي تعالوا بقى نحل السؤال ده ماتش سهل جدا. عايز يعرف الصوديوم نيتريت ايه من دول؟ الصوديوم Na والنيتريت NO3. مين هنا Na وجنبه NO3 اهي، يبقى نكتب جنبها 1. هيدروجين ايودايد، الهيدروجين H، الايودين I. هو ايه الفرق بين ايودين وايودايد؟ ايودين لو انا بتكلم على الاليمنت في العموم، ايودايد لو هو بقى اين جوه كومباوند يعني.
فاهو اتش اي. ايرن سلفيت، الايرن اف اي، والسلفيت اس او 4. هنا دي 2 يبقى دي 3. الامونيا لازم نكون عارفين ان الامونيا NH3. عندنا بقى سؤال الايكويشنز بيقول لي write the balanced symbolic chemical equations that express the following reactions. الحقيقة السؤال ده مش هيجي في امتحان الشهر، بس مهم نعرفه عشان الترم، لأنه الشهر مش داخل فيه الدرس بتاع الكيميكال رياكشن. reaction of magnesium metal مع الدايليوت هيدروكلوريك أسيد. بصوا يا شباب، الرياكشن ده ادي المغنيسيوم مع الهيدروكلوريك أسيد هيدينا ايه؟ هيدينا مغنيسيوم كلورايد وهيدروجين جاز. اولا في كذا حاجه محتاجه اخد بالي منها. هو قال لي اكتب الفيزيكال ستيت بتاع الرياكتنت والبرودكتس، فيلا نكتب الستيت. المغنيسيوم ده ميتال فهكتبها اس. الهيدروكلوريك اسيد ده ليكويد. طب المغنيسيوم كلورايد دي حاجه دايبه في الميه فاكوس. طب الهيدروجين ده جاز بيطلع بشوفه بعيني. حلو قوي. طيب هو قال لي انه دايليوت فلازم اكتب على السهم كلمة دايليوت. فاضل اخر حاجة اعملها ان انا اتأكد من البالانس بتاع الايكويشن. تعالوا نشوف. هو المغنيسيوم داخل 1 صح؟ ما قبله 1 وبعده 1. طب خارج قد ايه؟ برضو 1 يبقى مظبوط. الهيدروجين، الهيدروجين هنا ب1 لكن هنا ب2. نحط له تو تحت هنا؟ لا، انا ما بغيرش ابدا في السبسكريبت. يعني ايه السبسكريبت؟ يعني الارقام المكتوبه تحت، عشان دي تخص الفالنسي، تخص اسم الكومباوند يعني والطريقه اللي بيتكتب بيها. لكن بغير في ايه بقى؟ في الكوفيشنت اللي هو الرقم اللي هنا. طب لو كتبت 2 هنا بقت 2 اتش داخله و2 اتش خارجه. برافو. طيب بص على السي ال كده. دايما لما نيجي نعمل بالانس بحسب عندي حاجه اسمها كوفيشنت اللي هو الرقم اللي قبل، وعندي السيمبل بتاع الاليمنت، وتحتيه سبسكريبت. لو الارقام دي مختلفة عشان اعرف العدد بعمل لهم تايمز. يعني ايه؟ يعني تعالى اديك مثال. لو عندي 2H2O فالكوفيشنت ب2 السبسكريبت ب2، فلو عايزة اعرف فيه كام هيدروجين اعملهم تايمز، فال2 تايمز 2 ب4. طب انا عايزة اعرف الاكسجين، نفس الفكرة، ال2 دي متوزعة هنا وهنا، بس الاكسجين السبسكريبت بتاعه ب1، فالاكسجين equal 2 تايمز 1 بكام؟ ب2. فهنا نفس الكلام، ال2 دي متوزعة على الاتش مرة وعلى السي ال مرة، فهتبقى السي ال 2. طب هنا السي ال مكتوب جنبها 2، يبقى انا كده عملت بالانس للايكويشن دي. بالمناسبة لو انت مش فاهم قوي، ده منطقي جدا. درس الكيميكال ايكويشن محتاج ان انت تذاكره كويس وتتدرب كتير على البالانس. ولو انت بتشوفني في اخر الترم فدلوقتي الدرس هيكون موجود، تقدر ترجع للشرح بتاعه، شرح كامل بالتفصيل. لو انت بتشوفني قبل امتحان الشهر ما تقلقش، دي مش جاية في امتحان الشهر، بس اول ما تخلص امتحان الشهر لازم تروح تتفرج على شرح الدرس ده، عشان درس مهم جدا جدا، وفيه تأسيس لكل الكيمستري اللي انت هتبقى محتاجها بعد كده. طيب خلينا نبص على رقم 2. combustion of ethane. هم قايلين ان الايثان ده CH2 C2H6، وهو قال لي انه جاز، فانا هكتب انه جاز قبل ما انسى. in abundance of oxygen gas يعني معاه اكسجين جاز. حلو. combustion يعني burn، يعني لازم احط heat with the reaction condition. طب هيطلع ايه يا ميس؟ احنا في الدرس قلنا انه الهيدروكربونز اللي هما كربون ماسكين في هيدروجين لما بيتحرقوا بيطلعوا لي واتر وكربون دايوكسيد. الواتر فيبر والكربون دايوكسيد ده طبعا جاز. طب يلا نبالانس بقى عشان هي القصة كلها هنا في البالانس. الكربون في منه 2، طالع كام؟ طالع مفيش خالص، يبقى نحط هنا 2. ماشي. الهيدروجين كام؟ 6. بص كده الهيدروجين كام؟ 2، نحط له هنا 3 فتبقى 3 تايمز 2 ب 6، وهنا اتش 6 يبقى الهيدروجين بالانسد. طب الاو بقى، الاو محطوط لها 2، يعني هما 2. هتلاقوا هنا الاو كام؟ بص كده هتلاقي هنا 3 وهنا 4. جبت منين ال 3 وال 4؟ لا نكتبها بشكل عدل عشان تشوفوا. H2 C2H6 جاز بلس O2 برضو جاز بيرن 3H2 ده فيبر بلس 2CO2 وده جاز.
حلو قوي. يلا نعد الاكسجين كده. قلنا الاكسجين هنا بي 2 بس. طب الاكسجين في اللي طالعين 3 اهو، بلس 2 تايمز 2 ب 4، يعني الاكسجين هنا ب 7. اعملها ازاي بقى دي؟ اقول لك بقى تعملها ازاي. انا عايزه اطلعه 7 صح؟ خليه 7 اوفر 2. ليه؟ عشان لما اعمل 7 اوفر 2 تايمز 2 يبقى ب 7. حلو، هي دي حلت المشكله، بس خدت شكل الايكويشن وحش قوي. يعني ايه 7 اوفر 2؟ يعني انا مش عايزه ال 2 اللي تحت دي. خلاص بص، تعالى نحل الموضوع ده ونعمل ايه بقى. نخلي الايكويشن كلها تايمز 2. هل ده هيحل المشكله؟ اه هيحل المشكله جدا. الأولانية دي تايمز 2 فهتبقى 2C2H6 ده جاز، بلس ال 7 over 2 تايمز ال 2 دي هتبقى 7O2 وده برضو جاز. ونسخن ال 3 دي هنعملها تايمز 2 تبقى 6H2O وده فيبر، بلس ال 2 دي تايمز 2 ب 4CO2 وده برضو جاز. يبقى انا كده كتبت الايكويشن بشكل منظم اكتر. لو انت وقفت عند الايكويشن دي كتبتها 7 over 2 صح، بس الاحسن ان احنا نخلي الشكل منظم زي ما احنا شايفين كده. طيب heating mercury to oxide powder strongly. هنمسح ده بقى عشان نكتب. heating mercury to oxide powder strongly to form mercury and oxygen. يعني أنا عندي mercury oxide سخنته فاداني mercury لوحده وأكسجين لوحده. خلي بالك الأكسجين ده داي أتوميك. يعني إيه داي أتوميك؟ يعني ما بيمشيش لوحده، لازم يبقى اتنينات وهو جاز. لكن الميركوري ده ليكويد، والميركوريك اوكسايد هنا هو اللي انه باودر يعني سوليد. حلو قوي، يلا نبالانس. بص كده معايا، الاكسجين الميركوري الاول 1 و1 فتمام ما فيهوش حاجه. الاكسجين هنا ب1 لكن هنا طالع ب2. احلها ازاي؟ اوعى تشيلي ال2 دي سبسكريبت ما بنقربلوش، احنا بنعدل فيه الكوفيشنتس. حلو قوي. فظبطت كده الاكسجين بس بوظت مين؟ بوظت الميركوري. خلاص بسيطه، خد ال2 دي وحطها قدام الميركوري هنا. بقت بالانسد صح، كاتبين الكونديشن صح، كاتبين الستيت بتاعت كل حاجة صح. نمبر 4 reaction of magnesium with dilute sulfuric acid to form magnesium sulfate soluble in water وهيدروجين. هنمشي ورا الايكويشن واحدة واحدة، ما تقلقوش. بيقول لي مغنيسيوم، المغنيسيوم ده احنا عارفين انه solid، مع هيدروكلوريك اسيد، لا سلفيوريك اسيد، السلفيوريك اهو وده ليكويد يعني ماشي. وبعدين هيدينا مغنيسيوم سلفيت وده soluble in water يعني aqueous، مع هيدروجين جاز. هو قال انه جاز صح. حلو، يلا نشوف البالانس كده. المغنيسيوم داخل واحدة خارج واحدة، الاتش داخلة اتنين خارجة اتنين. السلفيت هنلاقيها اصلا كلها على بعضها سلفيت هنا، كلها على بعضها سلفيت هنا. يبقى ادي دي بالانسد بمنتهى السهولة. طيب solid iodine يعني I2 solid plus هيدروجين جاز يبقى H2 solid. هيديني هيدروجين ايودايد جاز. هيدروجين ايودايد يعني HI وده جاز. ثانية عشان احنا كتبنا دي اس والهيدروجين جاز. طيب هو انا عرفت منين ان الاي 2؟ في كلمة بقى لذيذة قوي لازم نبقى حافظينها، او جملة يعني، اسمها هنفصله ابر. ايه دي بقى؟ دي كل الاليمنتس الداي اتوميك هنفصله ابر. هنفصله ابر دي امشي معايا واحدة واحدة. اتش هيدروجين، ان نيتروجين، اف فلورين، سي ال كلورين، او اكسجين، اي ايودين، بي ار برومين. دي كل الحاجات اللي هنحتاجها داي اتوميك يعني اتنينات. طيب هي الايكويشن دي مظبوطة؟ اه هو انا كده فيزيكال ستيت ظبطتها. طيب وعدد اتومز ظبطتها، لكن بالانس تعالى نشوف. الاي داخله كام؟ 2 طالعه كام؟ 1. طب الاتش داخله كام؟ 2 طالعه كام؟ 1. اعمل ايه؟ اظبطها، حط هنا 2. ايه ده؟ انا كده غيرت ايه؟ الكوفيشنت. انا ما اقدرش اجي جنب السبسكريبتس،
بس ينفع اجي جنب الكوفيشنت. نمبر 6، نيتروجين جاز مع هيدروجين جاز تفورم امونيا. ركز كده، النيتروجين N2 دي تبع الجملة بتاعتها هنفصله، ده جاز، مع الهيدروجين برضو H2 عشان تبع الكلمة، هيدينا امونيا، وده برضو جاز. فاكرين الامونيا هنا؟ قلت لكم لازم تبقوا حافظين. ماشي، تعالى نشوف بقى البالانس. النيتروجين دخل 2، خرج كام؟ خرج 1، بسيط احط له 2 كده ظبط النيتروجين. طب الهيدروجين H2، وهنا الهيدروجين كام؟ 2 تايمز ال 3 بقى 6. نعمل ايه؟ نحط لها 3، تبقى 3 تايمز 2 برضو ب 6. احنا كده يا شباب الحمد لله خلصنا الريفيجن بتاعتنا. بكرر تاني، ما تقلقوش، في اسئلة لو شفت انها معدية الجزء اللي انت المفروض تذاكره في امتحان الشهر، دي حاجة ما تقلقش خالص، اديك ذاكرتها وضمنتها لامتحان الترم. ذاكروا كويس لامتحان الشهر، هتستنى تطمنوني بعد امتحان الشهر عملتوا ايه في الاكزام. يا رب كلكم تجيبوا الفول مارك، ولو بتستفادوا من الشانل اللي بعتوها لاصحابكم، وما تنسوش ان انتوا الباينيرز وانا دكتور انجي نبيل.